اليوم الإمام أمير المؤمنين، وهي الإمام الصادق يرويها، الإمام أمير المؤمنين كان في سفر، السفر طول 3 أيام، رجع فوجد أهل البيت يعني الحسن والحسين والزهراء في وضع يعني أمض بهم الجوع. سأل الزهراء سلام الله عليه، قالت منذ 3 لم نأكل شيئا. قال لم لم تخبري أباك؟ قالت إنك نهيتني أن أكلف أبي شططا. طيب، راح الإمام أمير المؤمنين اقترض دينارا. يعني تعرف أنت رسول الله التحق بالرفيق الأعلى وهو مديون إلى يهودي، درعة مرهونة عند يهودي. ايش عندهم أهل البيت؟ يكدسون فلوس بالبنوك؟ هذا شغل بني أمية والطواغيت. نعم. ايه. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه راح اقترض دينار من أحد أصحابه وطلع للسوق ليشتري لأهله طعاما. ومن أهله؟ الزهراء وحسن وحسين. بالطريق وإذا المقداد بن الأسود الكندي رحمة الله عليه سلم على الإمام وعبر. الإمام استغرب، ليس هذا من طبع المقداد. المقداد من يصادف الإمام يطول الحديث، ما يكتفي بالسلام. فهذه أثارت استغراب الإمام. صاح الإمام يا مقداد ما الذي ألهاك عني؟ قال له يا أبا الحسن والله لقد خرجت وأنا لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال له الإمام ليش خير؟ تركت أطفالي يتضاغون جوعا. حالة اضطراب. الإمام بكل بساطة وعدم اكتراث قال له شوف هذه مو فدعار أو منقصة، وخلي أقول لك إن الذي أخرجك من دارك هو الذي أخرجني، فأنا إمامك وأنا يعني إيه، ولكن هون ما عليك. شوف هاي اللي أقول لك، يعني الإمام قال لك اقترضت دينارا خذها إليك روح. فقال دعنا نشترك به يا أبا الحسن، 5 دراهم إلي، ذاك اليوم الدينار 10 دراهم. قال الإمام إني أكره الشركة، أخذه إليك. يقول أمير المؤمنين استحييت أن أعود إلى الدار وليس في يدي شيء من الطعام. فكرت قلت أصلي خلف النبي صلاة الظهر والعصر. صليت خلف النبي صلاة الظهر والعصر. النبي بعد ما خلص من الصلاة مال قال من رأى منكم ابن عمي عليا؟ قالوا لا في آخر الصفوف هاوية. فهمس في أذن الإمام علي قال يا علي إن ربي أوحى إلي وأمرني أن أتغدى عندكم هذا اليوم، أنا أجي أتغدى. قلت على الرحب والسعة، تفضل سهل، واحد عادي من الناس طبعهم تقول له أتغدى عندك، تفضل. فجاء النبي وعلي دخل والنبي يقول بني فاطمة أبوك ضيفك فهل لا تأتيه بطعام؟ هنا تدخل الغيب. الإمام الصادق يقول ذهبت جدتي فاطمة إلى مخدعها قالت إلهي إنك أنزلت الموائد على آل إسرائيل فكفروا بها ونحن أهل بيت نبيك لم نكفر، اللهم إن أبي ضيفي فأنزل علينا مائدة من السماء. شوف بطرس الله أنزل له مائدة من السماء وصار ذاك اليوم عيد تحتفل به المسيحية. الإمام الصادق يحلف يقول والله ما ردت جدتي فاطمة يدها إلى عنقها حتى انكشف السقف
عن جفنة من البلور تفوح منها رائحة المسك والعنبر. جاءت وضعته بين يدي أبيها، فسألها الإمام علي: من أين لك هذا؟ قبل ما هي تجاوب النبي جاوبه، قال: يا علي لا تعجب من أمر الله، هذا عوض دينارك الذي اقترضته وأعطيته للمقداد، أنتم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. وقرأ النبي هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخذ اتصال سماحة السيد ونرجع. هاي الاتصال خرب علينا شغلنا، خلينا ننسى. أخذ اتصال ثم أعود، يعني إذا أنتم نسيتوا أنا أذكر. لا خدمتكم. حياكم الله. معنا اتصال من السعودية، الأخ حسن. تفضل يا أخ حسن. السلام عليكم سماحة السيد. السلام عليكم مولاي. حياك ودي الله. أسأل سؤال سماحة السيد. تفضلوا. الزهراء لما دعت الله سبحانه وتعالى ونزل عليها مائدة، ليش الإمام يروح يتسلف دينار؟ شنو؟ لا، لما الزهراء عليها السلام أنزل الله قادرة أن تدعي الله سبحانه وتعالى يجيب لها مائدة، ليش الإمام علي يروح يتسلف دينار؟ كلش ممتاز. جيد. ايه. يلا، عندك شيء بعد أخ حسن؟ لا بس ليش الكذب؟ ليش الخرافات؟ زين أخي. طيب، الخرافات يا حسن. الخرافات اسمع شوية. الخرافات تجدها في غير كتب الشيعة، في مريم وليست عندنا. مريم شكرا بنت جزيلا. عمران. في الواقع هذه الذي المائدة نزلت على الزهراء والأخ ضاق ذرعا منها لا يا سارية الجبل ليست، اسمح لي، ليست خرافة، والشاب الأمرد ليس خرافة، والرجل الذي يضعها في النار فتصيح ماذا؟ احنا على كل هذه ليست خرافة. هو أدبيات، لدينا اتصال. أدبيات التحاور حلوة. طيب أخذ اتصال ثم أعود مرة أخرى. تفضل. معنا اتصال من الكويت، الأخ نايف. تفضل يا أخ نايف. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. عندي ملاحظة أنا. تفضل. أنتم ذكرتوا اسم ربيعة هذا لاعب كرة سلة. حاتم الطائي هذا حاتم المغني. شكرا أخ نايف. شكرا أخ نايف على هذه العلمية الحقيقة الفياضة، على هذا العقل الإلكتروني بعد أكو المدبر. لا، هم ما يخلصون سيدنا، يعني هم كثر من هذه الأشكال. احنا عندنا، أنا ما أريد أقاطعك سمح السيد، بس أريد أذكر فرشيء تعقيبا على كلام الأخ حسن، يعني شوية لأنه سماحتكم ذكرتوا الزهراء سلام الله عليها فثار الأخ حسن. لو كان المذكور غير الزهراء مثلا، هسه لا نذكر أسماء، لا لكان رحب وصفق وهلل. احنا في عصر الديمقراطية. لا هي نعم هي هذه السياسة التي انتهجها معاوية من تحريف أذهان الناس وصرف أفكارهم إلى أمور كثيرة.